صباح الأنوار، أهلا بيك في سلسلة جديدة وهي جنبية الملك اللي بيبدأ ب E4 E5. وهنا أنا بلعب ال F4 معلنا اختياري لجنبية الملك كينجز جامبت. طب جنبية الملك ده إيه قصته؟ أنا بلعبه ليه؟ أنا عايزه يقبل هذا البداء وياكل ليه؟ عشان يسيب لي السنتر. يعني هو لو أكل، ودي اللعبة الأكثر شيوعا، طبعا ممكن يرفض الجنبيت وهنشوف إيه فكرتها. لكن لو قبل، انا بشكل او باخر عايز العب الدي 4 ويبقى عندي سيطرة ممتازة على السنتر، ولما العب الدي 4 استعيد البيدق بتاعي بالبيشوب. حلو. يعني تخيل انا لعبت كده على طول، فعايز استعيد البيدق بتاعي بالبيشوب وسيطرت على السنتر. بس انا مش هلعب كده على طول، انا المفروض العب الاول نايت الاف 3 عشان امنع الكش دي. حلو. طيب، هو الراجل هيعمل ايه؟ ممكن يكمل باكتر من لعبه. اللعبه الرئيسيه انه يلعب الجي 5، يقول لي مش هسيب لك البيدق ومش هتستعيده. اقوم انا العب الاتش 4، اقول له لا اديني البيتا او كل. يعني انا عايزك تاكل ويبقى عندك، شوف منظر البادئ بقى بتاعته عامله ازاي، منتهى الضعف، الدنيا باظت عنده خالص. هو طبعا مش هياكل، ساعتها هيزيح على النايت بتاعي، وانا بمنتهى الهدوء هشيل النايت والضغط على البدأ بتاع الجي. يقوم هو يعمل ايه؟ يطور النايت ويحمي البدأ بتاع الجي. اقوم انا اطور البيشوب بتاعي وضاغط على اضعف البدأ بتاع الاف عنده بقطعتين، وهو لازم يحمي هذا البيدق فيضطر يلعب الدي 5. انا اكل وهو يطور البيشوب بتاعه وضاغط على النايت. اقوم العب الدي 4 واحمي النايت، ينزل بالنايت بتاعه وانا ساعتها ابيت. وفي خط بقى ان هو بعد ما بيبيت انا ممكن اعمل تضحية فرق، وهو ياكل وانا استعيد، ياكل البدأ دوت وانا ازيح على الكوين. وهنشوف الكلام ده كله في وقته، ولكن احنا كنا بناخد لمحة سريعة. ده كله شفناه لما اللاعب هو الجي 5 عشان يلعب المين لاين. في العاب تانية عنده غير المين لاين طبعا. نرجع بقى، هو هنا كان كل الكلام اللي شرحناه ده من ملاعب الجي 5 والمين لاين. طب عندك يا عم العاب تانية غير الجي 5؟ يقول لي يا ده انا عندي كتير قوي. ممكن العب الدي 6، ما يعرف باسم دفاع فيشر. دفاع فيشر ده عايز مننا ايه يا عم؟ دفاع فيشر له فكرة سهلة وبسيطة. ايه هي؟ اقول لسيادتك، انا العب الاول الدي 4 وعايز اسيطر على السنتر زي ما كنت بحلم. سنتر ممتاز عندي والدنيا جميلة خالص. يلعب هو جي 5 الاول بيحمي البدأ بتاعه من البيشوب بتاعي. العب انا الاتش 4، مش هياكل طبعا، بيزيح على النايت. وهنا انا النايت بتاعي ما ينفعش يروح كده بسبب البدأ بتاعه، وطبعا ما ينفعش يروح هنا لانه هيزيح عليا والايه النايت كده اتحبس ومفيش حتى يروح. طب انا بعمل ايه؟ مع الاسف لما بيزيح عليا كده برجع بالنايت بتاعي بالشكل دوت لمكانه، يطور البيشوب ويعمل دعم اكتر للبدأ، مش هيفقده. يطور النايت بتاعي، يلعب هو سي 6، وانا اطور النايت بتاعي ويطور هو وزيره، بيعمل دعم اكتر للبيدق، مش عايز يسيبوا البيدق بتاعه اللي في الاف يعني. ويستمر التفريع بقى وهناخده في الحلقة بتاعته. طيب الراجل ده عنده العاب تانية؟ عنده العاب تانية. احنا خدنا الجي 5 وخدنا دفاع فيشر. عنده لعبة تانية غير ديت وديت. بعتذر بقى، احنا بقى بتوع النايت. هو شفنا الجي 5 وشفنا الدي 6 اللي هي دفاع فيشر. عنده ممكن لعبة اجريسيف اكتر اللي هي الدي 5. الراجل بيلعب بعنف شوية في اللعبة ديت. انا باكل البيدق، بيطور النايت، عايز يستعيد البيدق. اطور البيشوب واحمي البيدق، بس مع الاسف هو هياخده. انا ابيت، ولما هو بيجيب البيشوب بتاعه ورا النايت بسحب البيشوب بتاعي. وهنشوف افكار اكتر عن اللعبة دي في التفريق بتاعها وفي وقتها. طيب عنده العاب تانية يلعبها غير الدي 4 على طول. ممكن يلعب هو لعبة لطيفة برضو وهندرسها في وقتها، اللي هي النايت بتاعه يروح للاي 7. انا ساعتها هلعب الدي 4 على طول، بسيطر على السنتر زي ما انا متعود، وهيلعب هو بعديها الدي 5. اطور النايت بتاعي وهو لما ياكل استعيد الاخذ بالنايت وهو ينزل بالنايت بتاعه. وهنشوف افكارها وهنشوف هنتعامل معاها ازاي في الحلقة بتاعتها. طيب عنده ايه تاني؟ ممكن بدل ما يطور النايت يطور البيشوب، وساعتها انا بطور البيشوب بتاعي ضغط على اضعف بدأ عنده. يطور النايت، ازيح على النايت. شايف التفريع كله؟ العاب تحس ان الدنيا فيها نوع من المخاطرة شوية، فيها خطوط ما بتشوفهاش كتير. وده جمال وقوة الكينجز جامبت، ان هو بيدخلك لو اللي قدامك مش دارسه او مش حافظه هيبدأ يدخل في لاينات هو مش متعود عليها. طيب عنده حاجات تانية غير كده. عنده كمان نقلة تانية
ان هو لما نرجع معلش مش هطور البيشوب، لكن هيلعب ال H6 بيكر ديفنس. وهنا احنا بنلعب على طول ال D4 بيزيح وبيحمي البيدق، بطور النايت بيطور البيشوب وضغط على البيدق عندي، وانا العب الجي 3. ولما هو ياكل انا باكل وبفتح للرخ، وبعد كده هو بيفتح للبيشوب بتاعه، البيشوب بتاعي بطوره ضغط على البيدق الاف، يضغط على النايت، الوزير بتاعه بيطوره، انا بطور وزيري وبفضلت بدعم النايت بتاعي، ويستمر هذا التفريع. طيب هو الكلام ده كله قلناه في حالة ان هو قبل الجنبيت. طب ماذا لو هو ما قبلش الجنبيت؟ عنده العاب تانية، عنده لعبتين رئيستين. مش هياكل بقى، مش هيقبل الجنبيت. عنده الدي 5 ان هو بيلعب حاجة اسمها فالك بير كاونتر جامبت، وديت فيها برضو تفريعاتها، يعني الموضوع فيها مش سهل. انا هاكل وبعدين هو ممكن ياكل، وانا اطور النايت وهو يطور النايت بتاعه ضغط على البيدق عندي، اطور البيشوب واحمي، وهيقوم هما ياخد وانا بايت. نفس الافكار اللي شفناها قبل كده. بس هو ممكن على فكرة بعد ما ناكل ما يطورش النايت، عنده العاب تانية ان هو بعديها يجيب البيشوب بتاعه، دي موجودة. وعنده ايه تاني؟ ممكن ما ياكلش اصلا، انا بعتذر، ده هو ممكن كمان بعد ما ناكل هو ما ياكلش، ممكن يزيح، يلعب الاي 4 على طول، وانا بزيح عليه وهو بيطور النايت، وانا باكل وهو بياخد، بطور النايت بتاعي يجيب البيشوب، وهيستمر التفريع ده وهنشوف برضه تفاصيله. ممكن يرفض الجنبيت بطريقة تانية برضه، ودي هنشوفها في حلقة تانية. قلنا مش هيقبل الجنبيت، هيرفض ان هو يلعب البيشوب بتاعه للسي 5، وده بيسموه التفريع الكلاسيكي. وفي الحالة دي انا بطور النايت ضاغط على البيدق، بيفتح للبيشوب بتاعه وبيدعم البيدق، حضرتك بتلعب السي 3 عشان لما هو يطور النايت تلعب على طول الدي 4، كنت بتحضر الدي 4 بالسي 3 يعني. ولما هو ياكل بناكل بالبيدق ومهددين البيشوب، يقوم البيشوب يرجع ونطور النايت، وبعدين هو بيبيت وانا بزيح عليه، فلما بياكل انا باكل ويضطر يسحب النايت بالشكل دوت، اهدد وزيره، ولو هو اكل انا باكل. تلاقي الخطوط انت ما بتشوفهاش كتير، وتحس ان الدنيا بتفك من بعضها شويه، ولكن انت بتلعب في الجنبيت ده. لو رجعنا بقى للبدايه، انت ايه افكارك؟ انا افكاري ان انا عايز العب الدي 4 واسيطر على السنتر. انا افكاري ان انا عايز استعيد البدء بتاعي، اللي هو عايز اخد البدء بتاع الاف عنده. الجنبيت بتاع الملك بيعتمد على فكرة انك تحط قطعك في في اماكن مميزة، وتنتشر بقطعك اسرع عشان تقدر تكسب افضلية عليه. هيبقى كورس جميل ان شاء الله وممتع، وهنشوف فيه تفريعات جريئة شوية، وهيبقى سلاح لو اللي قدامك مش مذاكره هتقدر تفاجئه بيه، وممكن تغلب ناس بيه حتى اقوى منك. سبسكرايب لو مهتم تشوف باقي السلسلة، واشوفك الحلقة الجاية على خير، وسلام.